السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله تكونوا كامل لاباس وبصحة جيدة يا رب العالمين. توحشتكم حبابي الزينة، إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. قبل ما نبدأ قصتنا نهار اليوم نتمنى ديروا لي لايك واشتراك في القناة باش يوصلكم كل ما هو جديد. قصتنا نهار اليوم هي بعنوان لعنة الطبيبة النفسية. نبدأ على بركة الله ونقولوا بسم الله. البارح جاني خبر بزاف شباب وانا قاعدة في العيادة تاعي نخدم. صاحبة عمري إيمان خطوبتها غدوة، واللي خلاني نتفاجئ تاع الصح انها راح تخطب للمهندس كريم صديق من ايام الدراسة، واللي راح لألمانيا عندي شحال من عام ما شفتوش. وفي النهاية رجع باش يخطب إيمان صاحبتي. كانت راح تطير من الفرحة، وعلى ما تفرحش وهي بعد العرس تروح معاه لألمانيا وتكمل باقي حياتها معاه بعيدة عن المعيشة اللي رانا فيها. طلبت مني وقتها نكمل الخدمة في العيادة تاعي ونتلاقوا في أي مكان. كانت حابة تحتفل معايا بالمناسبة السعيدة. طبعا وافقت من غير ما نخمم. كانت معايا آخر حالة نعالج فيها. كانت امرأة عندها وسواس باللي رجلها يخون فيها، وتقول لي حسيته حاب يخونني. الحقيقة كل هذا للأسف بسبب خيانات متكررة من بابها لأمها، وكل هذا دار لها كمية كبيرة بزاف من العقد النفسية. كانت تقول لي متأكدة أي راجل لازم ومحتم يخون الزوجة تاعو. أنا تعبت معها، نظام علاج طويل شوية يزود ثقتها في نفسها وخليها تتخطى العقد النفسية القديمة. كملت معها الجلسة وخرجت باش نتلاقى إيمان ونحتفل معها بالخبر السعيد. تلاقينا وبديت نلومها وقلت لها وعلى ما قلتي ليش راكي في علاقة مع كريم، خليتيني آخر من يعلم. قالت لي والله هو اللي عيط لي من يومين وقال لي انه راجع البلاد وقال لي راني حاب نخطبك. باركت لها وبدينا الحكي. حكيت لها على المريضة اللي عندي اللي عندها وسواس باللي راجلها يخونها وراح يخونها، واعتقادها باللي كل الرجال خاينين. بدأت تضحك عليا كما عادتها وتقولي هذا كامل بسبب عنادك انت اللي حبيتي تكوني طبيبة نفسية، مع انهم تخصصات بزاف. ما شكيتش تتزوجي الرجال يخافوا منك ومن افكارك. ضحكت على كلامها وقلت لها راح نتزوج واحد مريض ونقتل المرضى نتاع العيادة. فات هذاك اليوم وفعلا جا كريم وخطب إيمان وكمل الموضوع بطريقة شابة بزاف. واللي فات مليح في الموضوع كانوا راح يديروا كلش مع بعضها وتفاهموا على العرس يكون بعد شهرين. وبديت نوجد أنا معها للعرس، وكريت ليها قاعة ورحت للدار اللي راح تكون فيها ليلة دخلتهم. فرشتها وعدلتها كي حبت إيمان، خرجتها في قمة الفخامة. وفعلا وبعد شهرين تزوجت إيمان، وكنت أنا أول وحدة بعد العرس يعرضون في دارهم جديدة على الغدا، بحكم أنا الصديقة الأقرب وصديقة كريم القديمة. فات عليا الحالة ممكن 3 شهور وأنا مندمجة مع الخدمة تاعي، وما زالت المرأة اللي عندها وسواس تجي عندي، وكل مرة عقلها يختال عليها حاجة وتروح تختبر راجلها وتروح تفتح فيسبوكات وتحس روحها لازم تثبت باللي راجلها خاين باه ترتاح من راجلها. راجلها مسكين كان يحبها وما كانش خاين. واحد النهار عيطت لي إيمان، كانت تبكي وقلقانة بزاف، وعرفت باللي صرا لها مشكل مع راجلها، والسبب هي كانت غيورة بزيادة. صاحبتي وأنا نعرفها، بديت ننصحها ونفهمها باللي كل هذا عادي والراجل يكره المرأة الغيورة بزيادة. لقيتها كي ما عادتها تقول لي انت تتفلسفي عليا ودرتي لي روحك طبيبة نفسية. طلبت منها نتلاقاو بس هي رفضت، كانت في حالة اكتئاب من الموقف. رحت أنا للدار عيطت لها وبديت نحكي معها
مرة وزوج باه الموقف هذا يفوت، وبالفعل الموقف فات وتحسنت حالتها. بعد 3 أيام بدات تسقسيني على السيدة اللي كنت نعالج فيها، وتقول لي حابة نعرف خبارها وراجلها خانها صح ولا لا. استغربت بزاف من سؤالها وحاولت نمشي معها على قد عقليتها. في نفس الوقت كانت تسقسي باهتمام كبير بزاف. إيمان ماهيش راح ترتاح غير في حالة وحدة، إلا إذا عرفت اللي صرا مع السيدة بالضبط. قلت لها باللي راجلها ما خانهاش، وسيدة عندها اضطرابات في شخصيتها ووسواس، نحاول نعالجها ونعالج العقد النفسية اللي عندها. إيمان كذبتني وقالت لي أكيد خانها مع وحدة. وقتها كان لازم إيمان تجي عندي للعيادة، حالتها غريبة وتسوء يوم بعد يوم، خاصة أنها بدأت تشك في راجلها وبطريقة غريبة، وتقول لي راني متأكدة باللي يخون فيا. وهنا قنعتها بالعقل وقلت لها لازم تجي عندي العيادة والموضوع يبقى سر بيناتنا. وفعلا جات عندي وبدأت تقول لي تبدل معها وحاسة باللي كارهها وراه يلوم في نفسه وتسرع في الزواج معها. بديت معها كما أي حالة، حبيت نعرف الخلل وين ونحاول نعالجه. كتبت لها مهدئات وفعلا ريحت شوية، بصح المشاكل رجعت تزيد أكثر وأكثر، وحتى هي حالتها كانت تسوء. حسيتها مسحورة وراح تجن. وحتى وحدة حاولت معها بأقصى جهدي وحكيت مع كريم أكثر من مرة. للأسف وقعت المصيبة، كريم حب يتوج عليها ومن فعلها وطلقها. يومها حاولت نتواصل معها ونروح عندها للدار، كانت ما تنطقش وما هيش حابة تشوف حتى واحد. كانت عندها صدمة عصبية وما هيش مصدقة أي حاجة. أمها اللي قالت لي هذا الشيء. قلت أنا نخليها اليوم ونرجع غدوة، وفعلا رجعت للدار وللساعة 3 في الليل لقيت اتصال من أمها. عيطت لهم، رفدت عليا، سمعت صوت العياط هيستيري وأمها تبكي وتقول لي اجري لي يا بنتي إيمان انتحرت. رحت نجري كي المجنونة، وهنا كانت المصيبة. إيمان قطعت شرايين يدها، نزف الدم بزاف وماتت. جات الشرطة والإسعاف وكانت مصيبة، هبطت علينا كامل. كنت في صدمة مانيش مستوعبة اللي صرا طول اليوم حتى دفنوها وتقفل عليها باب القبر. ما قدرتش نروح لهذا النهار، ما قدرتش خلاص. مع المغرب ركبت في الطوموبيل ورحت لقبرها، وقفت قدام القبر تاعها بكيت بزاف، وانا مانيش مصدقه باللي خلاص ايمان ماتت وراحت من الدنيا، ما بقيتش نشوفها. ما عرفتش عليها، بديت نعيط لها ونبكي ونطلب في السماح منها، ما كنتش حابه هذا يصرى. عيطت مره وزوج، البكا يزيد حتى حسيت بحاجه تتحرك قدامي. جمدت وحسيت قلبي راح يحبس من الخوف. رفعت راسي بقيت نشوف، ما لقيت والو. هبطت راسي لقيتها واقفه فوق القبر تاعها، صاحبتي ايمان بشحمها ولحمها. كانت متبسمه وفرحانه بوجودي، ومن غير مقدمات جرحت يديها جرح كبير وبدا الدم يخرج فوق القبر، ومن فمها بدا يخرج صوت يعيط علي ويقول لي انتي صاحبتي بالطبيبه تاعي وحبيتك تعالجيني. وقتها كنت رايحه نطيح ندوخ، ما استوعبتش اللي نشوف فيه قدامي. خرجت نجري، جريت وخرجت من المقبره. ركبت في الطوموبيل وانا اعصابي منهاره وقلبي يخبط بهستيريا. وسط الرعب هذا كامل لمحتها في المرايه قاعده ورايا في الكرسي تاع الطوموبيل وتعاود في نفس الهضره. ومن صدمتي الطوموبيل تقلبت بيا وحسيت جسمي كامل تكسر ألم، تقول جسمي كان تسحق تحت الحديد. طحت في الأرض، الدم من كل مكان في جسمي خارج ومانيش نشوف قدامي، كاين غير مشهد واحد نشوف فيه إيمان تنزف من يدها وتضحك وتقول لي في نفس الهضرة انت صاحبتي الطبيبة تاعي حبيتك تعالجيني. وخرجت من لاكسيدون هذه فقرات مكسورين في العمود الفقري، عظم الحوض مكسر وارتجاج في المخ، وصرا لي بتر في رجلي اليسرى. ومع هذا بقات إيمان معايا يوميا في السبيطار وتطلب مني نعالجها. وحتى كي خرجت من السبيطار
دخلت مصحة نفسية. الطبيبة النفسية دخلت تتعالج في المصحة. كانت حالتي الصحية يوم بعد يوم كانت تسوء بزاف جسديا ونفسيا. ووجود إيمان معايا دار لي مشاكل في قلبي، حتى حبست نبقاش يخبط أكثر من مرة من قوة الرعب اللي كنت نشوفه. حتى قلت بالك هذا تكفير على ذنبي، نحكي حكايتي الأخيرة بنهار اللي نموت نبقى ريحت ضميري. حوست على الفيسبوك وكتبت، ولقيت صفحته أول صفحة هو هذا اللي راح يفهم القصة ويوصلها للناس. حكيت مع الكاتب وقلت له الجزء الناقص من الحكاية هو هذا. حسيت بنار يوم اللي عرفت باللي كريم راح يتزوج. وعلى ما اختارنيش أنا اللي طول عمري نقرأ في الطب وكنت حابة نروح نخدم في ألمانيا بالأخص، أنا خير منها. وبقيت نتحرك بالنار. هذا الشيء بزاف عليا والله. حتى جتني فكرة المريضة اللي شكا في راجلها يخونها، كانت كذبة وما هيش صح. أنا اخترعت شخصيتها وبقيت نحكي عليها ليل ونهار. الإيمان أنا طبيبة نفسية ونعرف نقاط ضعفها، شككتها في نفسها ليل نهار وفي كل الرجال. كنت نعطيها حبوب مهلوسة يوميا. كل ما نتلاقاو دمرت نفسيتها وخليتها تتخيل أمور. وبعثت لها من الفيسبوك آخر وقلت لها راجلك يحبني أنا. مع الحبوب والضغط النفسي الطفلة انفجرت وهو ما تحملش وطلقها. هو هذا اللي كنت حابة، ما كانش أكثر من هذا والله العظيم. هي انتحرت وأنا جتني صدمة عصبية. والله ما كنت حبتها تموت، كنت حبتها تطلق، ما كانش أكثر. ورحت لكبرها نبكي. وصلت لي الحادثة ومن يومها وأنا نشوف الموت في كل دقيقة وفي كل لحظة. نتمنى توصل رسالتي للناس وبالأخص البنات اللي كيما أنا. أعرف باللي الغيرة والحقد ابتلاء عظيم، كون نسلموا ليه رواحنا راح نعيشوا النار في الدنيا وفي الآخرة. ولازم نحاربوا باليقين. وديروا في بالكم ربي مقدر لكل واحد رزقه، ما كانش واحد يدي من رزق واحد إطلاقا. ولازم نرضى بأقدار الله ونتمنى للناس الخير، وإلا الشيطان يلعب بينا ويخليكم كيما أنا. ما تنساوش إذا عجبتكم القصة ديروا لي إعجاب. قصتنا نهار اليوم خلاص، نتمنى تكون عجبتكم وديتوا منها عبرة. نتلاقوا في قصة واحدة أخرى إن شاء الله. نخليكم على خير وعافية.